السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبتين فيكم. أول حاجة بنهني الشعب المغربي بفوزه، وطبعا دولة عربية رفعت راسنا، وكان نفسنا كل الدول العربية صراحة تتأهل، بس أي دولة عربية طبعا شرف للعرب كلهم. مبروك للشعب المغربي. رح نتكلم اليوم عن ممارسات طبية خاطئة ومدمرة لصحة الإنسان. اول حاجه بدي اورد طبعا صحه الانسان. اول حاجه اهم حاجه اللي هو العلاج البديل. الدكتور بيكتب لك على حاجه، بتروح تجيب العلاج من الصيدليه، الصيدلي بيقول لك هذا موجود، هذا مش موجود، هذا مش موجود، بس انا في بديل. لا، ما تاخدش البديل الا لما ترجع للطبيب. اكبر غلط. تاني حاجه المضادات الحيويه. هلا الدكتور كتب لي انا مضاد حيوي او كتب لابني مضاد حيوي، المفروض كل 8 ساعات أو كل 12 ساعة ألتزم، كل 8 ساعات أو كل 12 ساعة، مش كل ما يجي على بالي أروح ماخذ المضاد الحيوي أو معطي ابن المضاد الحيوي. لازم ننتبه للنقطة هذه، الالتزام بالمواعيد. الأسبرين والمسكنات، في ناس لما بيجعها ضرسها، أنا بقى يعني بعرف ناس كتير تجيب حبة أسبرين تروح حطها على الضرس وضغط عليها. أكبر غلط. ممكن هي بتسكن، يعني ها بتديك، يعني عقلك الباطن بخيلك انها بتسكن، بس هي ما بتسكن. اكبر ضرر للاسنان حبة الاسبرين، لانه فيها حمض، مجرد ما تضغط عليها وتحطها على الضرس بيفرز حمض، بيعمل تآكل الاسنان وتآكل اللثة، فريت بلاش منها. عندنا كمان حاجة، فقد الوعي اللي بيغمى عليه. ربنا يا رب يعافي الجميع. في ناس ممكن عندها ضغط، ما بتستحملش هبوط في السكر او اي حاجة. طبعا عشان نيجي نصحي لطش 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 كفوف على وشه، يا ابني اصحى، يا ابني فوق، او نقعد نهز براسه وراسه ما يتحركش. اكتر حاجة بدنا نعملها واهم حاجة نقلب راسه لورا، نرجع راسه لورا بمستوى القلب، ونرفع رجليه عشان الدم يتدفق لحد المخ. وشوية ريحة حلوة، مش بصل قديش بصل، يعني ربنا كرم وصحي. لا بلاش البصل، عشان مش اول ما يصحى يشم ريحة البصل، عشان ما يتسطلش تاني ويغمى عليه. في حاجة كمان، الأنف، نزيف الأنف. الناس اللي ما يصير عندها أنف، اقلب راسك اقلب راسك، لا ما يقلبش راسه، على عظمتين الأنف هيك ونضغط، أو نحط مناديل أو قطن في الأنف ونضل ضغطين، عشان الدم لما بنقلب راسنا ممكن نبلعه. طبعا هذا دم فاسد، ما ينفعش نبلعه. نضغط على الأنف عشان لحد ما يقطع الدم، ونلتزم بالإرشادات هذه، وإن شاء الله نكون بنفيدكم في المعلومات هاي. ولايكاتكم وتعليقاتكم واشتراكاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.